كلمة القوامة عاملة مشاكل جامدة جدًا عند الستات، ليه؟ بكل بساطة أنتم فاهمين الكلمة غلط أو فاهمين الموضوع كلّه غلط. بكل بساطة جمعيات حقوق المرأة والنسويات وحتى العالم الغربي كلّه بيحاول يشوّه في الكلمة دي بأكتر طريقة ممكنة، لدرجة إن الستات لمّا بتسمع كلمة قوامة أول حاجة بتيجي في دماغها هي فكرة العبودية أو الاستعباد. كلمة القوامة جاية من القائم على الشيء، القائم على الشيء ده هو المسؤول عن حماية ومراعاة مصالح الشيء ده. طيب القوامة في الزواج معناها إيه؟ القوامة الزوجية معناها ولاية يفوض بها الزوج للقيام على مصالح ورعاية وحماية وصيانة والصرف والإنفاق على زوجته. في سورة النساء ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني ربنا مكلف الزوج بالحتة دي، يعني ربنا مكلف الزوج ان هو يراعي مصالحك ويحميكي وياخد باله منك ويصرف عليكي، ولو قصر في حاجة زي دي حسابه عند ربنا عظيم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مش معنى كلمة القوامة ان الراجل افضل من الست، مش معنى الكلمة دي ان حد افضل من حد او فيها افضلية، لا خالص. ان الراجل هو المسؤول بالتكليف اثناء الزواج ان هو يحمي المرأة، وهو المسؤول عنها مسؤولية كاملة. ليه القوامة كانت معمولة للراجل؟ لكذا سبب. أول سبب فيهم مثلا المواصفات الجسدية، مش هينفع ننكر إن الرجالة أقوى بكتير من الستات جسديا على الأقل. يعني مثلا لو في حد شخصية مهمة، وزير أو سفير أو أيا كانت الحاجة، عايز بودي جارد، مستحيل هجيب بودي جارد أو حارس شخصي من الداخلية أو أيا كانت، هيبقى مرأة. مش معنى كده إن الستات أضع، بس هي المواصفات الجسديه مهمه جدا جدا جدا. بدليل انت لو ماشيه بالليل في منطقه مقطوعه وطلع عليكي حد، اول حاجه هتقولي ايه؟ هتستعيني بمين؟ هتستعيني باخوكي، بجوزك، بابوكي، باي راجل في العيله. ليه؟ لان الراجل هو الوحيد اللي يقدر يوقف الراجل التاني اللي زيه عند حده. مش هتتصلي باختك، مش هتتصلي بمامتك بنت خالتك، مش هتتصلي باي بنت تعرفيها. تاني حاجه المواصفات النفسيه. الرجاله بالفطره عندهم حته الثبات الانفعالي اكتر شويه من الستات، عندهم حته الغلظه شويه، عندهم حته التدبر، عدم التسرع في اتخاذ القرارات. ده ما يمنعش ان في رجاله متسرعين، طبعا في رجاله متسرعين واهواجين ما عندهم ثبات انفعالي والكلام ده كله تمام. بس احنا بنتكلم في الاصل في الشيء ان الراجل هو عنده الثبات الانفعالي الكافي ان هو يقدر ياخد اي قرار بتمعن بدون عواطف او مشاعر ممكن تتحكم فيه. هياخد القرار بتاعه من عقله. بدليل ان 90% من الطلاقات اللي بيطلبوها ستات، طلقني 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 طلقني. طب تخيلي كده العصمه كانت في ايد الستات، يا نهار اسود ومنيل، ده احنا كان زماننا كلنا متطلقين دلوقتي. تاني، القوامه مش معناها ان في حد افضل من حد، ان الراجل افضل من الست او الست افضل من الراجل خالص. الموضوع بكل بساطه فكره ان الراجل هو المسؤول بالتكليف بحمايه المراه تحت اي ظرف من الظروف. مين بقى اللي بيقول الكلام العكس ده، ان هو ده استعباد، ده بيحاول يبقى يشغلك خدامه؟ دي جمعيات حقوق المراه والنسويات والفكر الغربي الدخيل اللي علينا ده. ابوكي كان بيستعبد امك؟ ابوكي كان بيتعامل مع امك انها خدامه؟ لا طبعا. ده المفهوم الخاطئ اللي بيحاولوا يحطوه في دماغكم، ومن هنا طلعت جت بقى فكره ايه، اصل انا زيك والكلام ده كله. طيب مثال عشان يبسط لكم الدنيا دي كده شويه. الفيلم، كان في فيلم زمان كده كان اسمه تيمور وشفيقة، اللي هو بتاع منى زكي واحمد السقا، باين كان فيلم غريب بصراحه شويه. منى زكي كانت وزيره، واحمد السقا كان ضابط في الداخليه مكلف بالحراسه بتاعتها. طيب ناخد المثل ده، هي وزيره وهو ضابط مسؤول عن الحراسه بتاعتها، مين افضل من التاني؟ ما ينفعش نقول مين افضل من التاني، كل واحد منهم ليه الدور بتاعه. طيب الحارس الشخصي لما كان بيقول للوزيرة هنخش يمين هنخش شمال، مش هينفع نطلع مش هينفع ننزل دلوقتي، هل هو بيتحكم فيها ولا هو بيحاول يحميها ويحافظ عليها؟ ما انا جايب لكم مثل من الافلام اللي انتوا بتتابعوها يعني. بس كان ساعتها الله ده احمد السقا رومانسي، ده احنا نفسنا في واحد زي ده، بس لما جينا في الحقيقة لا، الكلام كله اتغير، صح؟ بس فهو ده القوامة بكل بساطة. مش معنى كده ان ده افضل من ده ولا ده افضل من ده، كل واحد من دول ليه الدور بتاعه في الحياة. فكلمة انت زيك زيه دي، الكلمة دي حق يراد بيها باطل. ليه؟ لان انت نفسك مش مقتنع بالجملة دي. طيب اي واحدة في الدنيا لو جيتي سألتيها انت محتاجة واحد اقوى منك جسديا ولا مساوي ليكي في القوة، هتقول لك لا، انا محتاجة واحدة اقوى مني بكتير. طيب لو جيتي قلت لواحدة انت محتاجة واحد في طولك ولا اطول منك، هتقول لك لا، انا عايزة اطول مني.
انت لو جيت قلت لواحده انت محتاجه واحد اجتماعيا اعلى منك ولا زيك، هتقولك لا انا محتاجه واحد اجتماعيا اعلى مني واغنى مني، صح؟ طيب بلاش الحته الماديه، نيجي نتكلم الماديه او الجسديه. طب نتكلم عن المواصفات العاطفيه. هل انت محتاجه واحد نفسيا وعاطفيا زيك ولا واحد اعلى شويه يقدر يحتويكي ويعرف يهديكي لو متعصبه او متنرفزه؟ اكيد محتاجه واحد نفسيا وعاطفيا اقوى منك بكتير. اذا كان انت نفسك مش مؤمنه بالمساواه، يبقى ليه عايزه المساواه؟ ما هو انا مش فاهم، يعني انت نفسك مش راضيه بيها ولا هو بنقول كلام وعايزين عكسه؟ يعني ما هو برضو الكلام ده كله ما هو هيعمل لكم كونفيوجن، او هيعمل لكم، هتخلي دماغكم مش فاهمين اي حاجه خالص. يعني جوزك لما بيقول لك ما تنزليش متاخر هو خايف عليكي، ما بيتحكمش فيكي. جوزك لما بيقول لك مش هتنزلي لابسه اللبس ده هو مش تحكم، هو خايف عليكي وعارف الرجاله اللي زيه بيفكروا ازاي. الغيره عمرها ما كانت استعباد، بالعكس ده الغيره دي حاجه صحيه جدا في اي علاقه ما بين اي اتنين بيحبوا بعض. ولو راجل ما بيغيرش عليكي او ما بيخافش عليكي يبقى معنى كده بكل بساطه ما بيحبكيش. مش معنى كده تملك وتحكم، لا خالص والله خالص. انتوا ده المفهوم اللي بيحاولوا جمعيات حقوق المرأة والنسوات يحطوه في دماغكم. طيب الغرب نفسه اللي هو بينادي بالمساواة ده، هل هو يؤمن بالمساواة فعلا؟ طبعا لا. ليه؟ لأن الغرب جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أو الكلام ده كله بتؤمن بحاجة اسمها التدرج الهرمي. التدرج الهرمي يعني أي منظومة في الدنيا ليها راس الهرم هو المتخذ القرار في أي حاجة. طيب الكلمة دي بره عندهم ليها كلمة بالإنجليزي، حاجة بيسموها اسمها هايرارك. هايرارك دي يعني ناخد مثال الجيش، الشرطة، المؤسسات العسكرية، المؤسسات الحكومية، المؤسسات الخاصة، الشركات، المصانع. هل أي حد في الدنيا يقدر يقول رأيه زي ما هو عايز كده أو يمشي كلامه زي ما هو عايز؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ لأن لازم يبقى في تدرج هرمي. طب أنت إزاي قابلة التدرج ده في الشركة اللي أنت شغالة فيها؟ إن ليكي مدير يقولك تعملي إيه وما تعمليش إيه وما تقبليش ده في حياتك. طب هل معنى كده ان مديرك افضل منك؟ هو لا، هو مديرك في حاجه فرقه عنك، او انا مديري في حاجه فارقه عني. بمعنى ممكن يبقى عنده علم اكتر مني، ممكن يبقى عنده خبره اكتر مني، ممكن يبقى افضل مني. طيب انا ممكن مدير يطلب مني حاجه انا مثلا مش موافق عليها مثلا، انا اتناقش، بس اللي مديري عايزه في الاخر هو اللي هيمشي بكل بساطه. ليه؟ لان لو الموضوع متروك كده عبث، فوضى تامه. وفي مثل عندنا في مصر يقول لك ايه، المركب اللي ليها رئيسين تغرق. يعني ايه؟ ما ينفعش اي مؤسسه في الدنيا يبقى لها مديرين، الشركه تخرب. لازم حد يتخذ القرار. بس هل معنى كده ان هو افضل منك ولا احسن منك؟ لا طبعا، هو ممكن في الحته دي يبقى افضل منك، انما مش معنى كده افضل منك في المطلق. يعني القوامه مش استعباد ولا عبوديه ولا فكره ان الراجل بيشغلك خدامه زي ما الغرب بيحاول يوصلها لك. تمام؟ ما تسمعوش اي حاجه بتتقلكوا، ما تركزوش مع السوشيال ميديا والافلام اللي جايه لكم من نتفليكس ومش عارف ايه والافكار الغريبه اللي موجوده جايه لكم من بره دي.